تصدق إن من سنتين في 2021 هزت ساحرة أو رجالة ببورسعيد المدينة الساحلية الشهيرة ومواقع التواصل الاجتماعي باللي عملته في أسرة بسيطة بحي الضواحي بورسعيد بسبب ابن أخوها. بدأت القصة لما خطب شاب فتاة حبها، ولكن ما حصلش نصيب. وبعد فترة حاول الشاب يرجع للبنت تاني، لكن أسرتها ما كانتش مرتاحة للشاب ده. ولكن فضل الشاب فترة يحاول إقناع والد البنت لحد ما الأب قال له اديني مهلة شهرين نفكر ونرجع نرد عليك. وفي الوقت ده عم البنت توفى، فالأب قال له إن التفكير في خطوبتهم تاني من جديد أمر صعب حاليا بسبب حالة الحزن اللي بتعيشها الأسرة. وبعد فترة بدأ يحصل حاجات غريبة في شقة البنت، زي إنهم يشوفوا دخان طالع من أحد الغرف، وبعد كده الغرفة دي يحصل فيها حريق، وشوية ويلاقوا كراسي من عفش الشقة بتتحرك لوحدها، واسم الله يتكتب على حوائط الحمام. وبعد فترة ظهر الخطيب ده تاني، والأب حكاله على كل اللي بيمروا بيه، فرد إن أكيد عمته هي اللي ورا كل ده، لأن ليها في شغل السحر والأعمال. وفعلا جاب الخطيب عمته وراح زار بيت البنت، ولما واجهوها باللي بيحصل قالت إنها فعلا اللي عملت كده، لأنها رافضة خطوبة ابن أخوها للبنت، وإنها استغلت مرة زيارة البنت لبيتها ودخولها للحمام، وأخدت فوطة صحية خاصة بيها عليها دمها، وعملت عليها عمل سفلي ودفنته في المقابر. في واحدة كانت عاملة بنتنا كانت مخطوبة لواحد. تمام. فما حصلش نصيب، فعمته عمته بتعمل أعمال شكلية. كانت عندها زيارة قبل ما يسيبوا بعض، فزي ما كان عليها الدورة. ماشي تمام. الدورة الشهرية، فدخلت الحمام، فهي قامت داخلة عليها الفات اللي معاها، قامت اخده منها تمام. المهم بقى بدأ البنت ما استريحتش. البنت ما استريحتش مع الولد، فبدأت تعمل للبنت أعمال شكلية. فالمهم بنبص تلاقي البيت بيولع والحمام بيولع. ووعدت عمة الولد البنت إنها تفك العمل ده، وبعدها هتتوقف الحرايق في الشقة، وطلبت من الأب إنه يحضر في الجلسة دي اللي هتفك فيها العمل 7 رجالة و7 إبر و7 مسامير. وطبعا خاف الأب من العمة وأمور الشعوذة بتاعتها، فبلغ البوليس وقرر إنه يصور بكاميرا الموبايل في السر كل اللي هتعمله. في اليوم المحدد جت العمة، وأول ما دخلت طلبت إنهم يشيلوا كل المصاحف ويخرجوها من الشقة، وكمان أي لوحات عليها آيات قرآنية من على الحيطة. ولما رفضوا طيرت كل اللوح اللي على الحوائط، وحطت سجادة الصلاة عكس القبلة، وبدأت تقول آيات بشكل معكوس وغريب، وترسم شكل صليب كبير على الأرض. وكملت ساحرة بورسعيد طقوس الشعوذة، وبدأت تقف فوق البنت وتصرخ فيها وبتهددها إنها لازم ما تفقدش وعيها خالص. طلبت منها إنها تردد وراها جملة هتخليها تنزل تحت الأرض، وبعدها تطلع وهتبقى كويسة. حبيبي لا يغطيها. اطلع بقى بره كده. تعالى اطلع بالله. حاضر. مساوي. يلا امشي قومي مالك. وهنا دخلت قوات المباحث اللي كان الأب مبلغها بكل حاجة، وقبل ما يتقبض على الساحرة هددت البنت إنها لو شهدت ضدها هتخفيها من على الوجود. المشكلة إن بعد سجن الساحرة فضلت الشقة تتحرق لوحدها بشكل أكبر، اللي اضطر الأسرة لترك الشقة والجلوس في الشارع بعفشهم أمام العمارة، لحد ما جه وساعدهم أحد المعالجين المشهورين بالقرآن اللي قال إن الشقة كان فيها سحر، وإن الساحرة دي قدمت الأسرة كقرابين للجن، وده كان السبب في كل اللي بيحصل في الشقة. تصدق دي؟